اغرب سوق هاردوير شفته هو السوق المصري اللي ممكن تلاقي كروت بقى لها 10 15 سنه في السوق وبتتباع باكتر من 40 دولار او 2000 جنيه. ده مش فيلم خيال علمي، دي الحقيقه اللي في السوق المصري. من الاخر التجار بيبيعوا الوهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا شباب؟ واهلا بيكم في فيديو جديد. في البداية حابب اعتذر لكم بسبب التأخير في نشر الفيديوهات وعدم الرد على التعليقات. اولا عشان كنت بطور التجميع بتاعتي، وثانيا عشان المايك اللي كنت بسجل بيه فيه مشكلة، بس ان شاء الله هنرجع اقوى من الاول. ومعلش بقى لو لقيتوا الصوت فيه مشاكل عشان بسجل بمايك التليفون. المهم خلينا في الفيديو بتاعنا. في الفترة الأخيرة على جروبات الفيسبوك ظهرت حملة كويسة جدا اسمها خليه صدي، وانا بصراحة مع الحملة دي قلبا وقالبا، وعشان كده قررت اعمل فيديو النهاردة. الحملة ببساطة هي مقاطعة الكروت اللي سعرها مبالغ فيه رغم انها قديمة جدا وماتت وشبعت موت. منشر الكروت ديت هو جي تي اكس 750 تي اي، الكارت اللي بقاله اكتر من 10 سنين في السوق ومش بعيد عن دايركت اكس 12، وكارت ميت فعليا وسعره بيوصل ل 50 دولار. وانا محتاج اعرف ليه الكارت ده بيتباع بالسعر ده اصلا. النهارده باذن الله هنعمل مراجعه كامله للكارت، وكمان هقول لك على بعض الكروت اللي ما ينفعش تدفع فيها ولا جنيه، واكيد طبعا هقول لك على البدائل الموجوده، مش هسيبك محتار. بس في البدايه لازم ندعي لاخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر اهلنا في فلسطين، اللهم كن وليا ونصيرا لاهلنا في السودان، اللهم فرج عن اهلنا في سوريا واليمن ولبنان وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم انصرهم على من ظلمهم وعلى من خانهم وعلى من خذلهم، واغفر لنا تقصيرنا في نصرتهم يا ارحم الراحمين. في البدايه يا صديقي تعالى اقول لك ليه ما تشتريش كارت زي جي تي اكس 750. اولا ان صاحب الكارت ده بقى له اكتر من 10 سنين في السوق، غير كده الكارت مش بعيد عن دايركت اكس 12 وده بيخليه يعاني مع الالعاب الجديده. كمان الكارت بيجي ب 2 جيجا في رام وده بقى قليل جدا حاليا، وهيسبب مشاكل كارثيه مع اغلب الالعاب دلوقتي، ده لو الالعاب فتحت اصلا. ومفيش اي دعم جديد من انفيديا للكارت ده، لا تعريفات حديثه ولا تحسينات ولا اي حاجه. يعني انت بتشتري قطعه عفى عليها الزمن، قطعه من الماضي. وفوق كل ده السعر، الكارت بيتباع دلوقتي ب 2000 جنيه وبيوصل 2500، وشفت بعض الناس بتبيعه ب 3000 جنيه، وده سعر غير منطقي نهائي. وفي ناس بتشتري الكارت ده بالسعر ده. يعني عايز اقول لك فين عقلك وانت بتفكر تشتري كارت من 2014 يا عم؟ وتجار الاستيراد بيقدسوا الكارت ده كانه اسطوره، كارت نينجا مش هيتكرر ويجي زيه. تدخل عليه المحل تقول له معايا مثلا 2500، اول خيار هيدي ليك هو ال 750 ويقنعك انه كارت خارق ومفيش زيه اتنين. اللي مخلي الكارت ده سوق شغال ولسه بيتباع بالسعر ده الى الان هو احنا كمستخدمين، وخاصة الفئة الاقتصادية. ما دام الطلب شغال يبقى السعر في الطالع. تسعير الكارت المناسب من وجهة نظري هو 20 دولار او 1000 جنيه، اكتر من كده ابعد نهائي. احنا دلوقتي يا جماعة في 2025 يا عم، عندك بدائل كتير جدا. لو نيجي نفكر شوية هتلاقي الكارت ده مثلا بيتباع ب 2000 في المتوسط بالسعر ده، ويمكن اقل كمان. تقدر تشتري معالج اي بي يو، هيكون عندك معالج كويس وقابلية تطوير ممتازة، وكارت كويس هيديك نفس الاداء وهيمشيك ويوديك لبدايه الطريق لغايه ما تجيب كارت خارجي كويس. والله يا صديقي لو جبت معالج اي بي يو هيكون افضل من الكارت ده بكتير. نصيحه، لو شفت الكارت ده في السوق اعمل نفسك مش شايفه اصلا عشان سعره ينزل للمستوى الطبيعي ونظبط السوق. في بقى كروت تانية بقى سعرها ضارب فوق معرفش ليه برضه، زي جي تي اكس 650 تي اي، بس المفاجاه انه سعر وصل 1500 جنيه. في ايه يا جدعان؟ احنا في 2025 ليه تبيع لي كارت من 2012 بالسعر ده؟ وكمان عندك كروت تانية سعرها 600 و700 جنيه اخرها تفتح لك الجهاز، والتجار بتسوق ليهم على انهم كروت جيمنج، يعني زي جي تي 630. كارت ميت حرفيا. الكارت ده غير صالح لاي نوع من الاستخدامات الا لو انت بس ناوي تفتح الجهاز. من الاخر لو انت بتدور على كارت شاشه لتشغيل الشاشه بس يبقى اشتريه. خد تعالى بقى اقول لك التقيل، انه في كارت من 2009 لسه سوق شغال الى الان وبيتباع وفي ناس بتشتريه، الا وهو الجي تي 210. لو سمعت حد بيقول لك انه ده كارت العاب امشي وسيبه وما تبصش وراك. من الاخر يا صديقي الكروت دي ما ينفعش تشتريها ولا يتم التسويق ليها اصلا، لانها خرده وعفى عليها الزمن. وما تشتريش اي كارت من فئه الجي تي لانها كروت تعبانه وبيتسوق ليها على انها كروت جيمنج وسعرها مبالغ فيه جدا كمان في السوق. طيب يا حوده، هي كل كروت فئه الجي تي وحشه؟ احب اقول لك لا يا صديقي، لانه في كارت او اتنين كويسين في الفئه ديت زي جي تي 1030. ده الكارت الوحيد اللي ممكن تشتريه في الفئه ديت، غير كده اخلع خليها تصدي. السوق ده يا صديقي مليان نصابين، ناس بتبيع الوهم وناس بتضحك على الناس اللي مش فاهمه في المجال. خليك واعي وما تشتريش حاجه لمجرد انها مشهوره او كان ليها سمعه كويسه زمان. التكنولوجيا بتتغير بسرعه، والكارت اللي كان جامد من 10 سنين دلوقتي بقى لعبه اطفال مقارنه باللي موجود. واسال دايما قبل ما تشتري وشوف تجارب ناس حقيقيه، وقارن الاسعار واسال على البدائل الموجوده. دلوقتي بقى هنتكلم عن كروت التعدين، وخاصه كروت الار اكس 570 و580 و590 اللي موجوده في السوق حاليا. احب اقول لك يا صديقي ان الكروت دي اغلبها تعدين، وبتكون جايب حالات زباله اصلا، وبتبقى شغاله 24 ساعه في ال 24 ساعه لمده تصل لشهور، ويجي التاجر في الاخر يقول لك دي مش تعدين وكروت محترمه والكلام الفاكس ده. يا حبيبي الشركه ذات نفسها منزله الكروت ديت لبتوع التعدين، فما تجيش تقول لي انها مش تعدين. طيب هو خلاص كده ما ينفعش اشتري كارت من دول نهائي
نهائي. بص يا صديقي، انا عندي وجهة نظر في الكروت ديت، انه لو الكارت مش معمول له صيانه او البايوس بتاعه سليم وكمان اداؤه في الالعاب كويس، يبقى غالبا الكارت ده هيعيش معاك. يعني انا حاليا معايا كارت RX 580 بقاله فتره كبيره معايا وشغال تمام وما قابلنيش اي مشاكل، بس في النهايه الكروت ديت بالذات حظوظ. ممكن تشتري كارت كامل معاك فتره كويسه وما يحصلش فيه اي مشاكل، وحد تاني يشتري نفس الكارت ما يكملش معاه 3 او 4 شهور، فالافضل ابعد عنه. هيجي واحد ذكي بقى يقول لي انا هروح اجيب الكارت بالمشتملات استعمال شخصي وكمان مش محلول قبل كده وهضمن انه مش تعدين. احب اقول لك يا حبيب اخوك انه الكارتين بقت بتتباع حاليا، والله يا صاحبي زي ما سمعت. فعشان كده لو حبيت تجيب كارت من دولت بالمشتملات، قارن السيريال اللي على العلبه باللي موجود على الكارت. وكمان يا صاحبي اللزقه اللي بتبقى على المسمار بتتباع حاليا، يعني ممكن التاجر يفك الكارت يلعب فيه زي ما هو عايز وفي الاخر يركب اللزقه ديت ويقول لك ده كارت زيرو وما اتفتحش. طيب حتى لو الكارت كان بالكرتونه وما اتفتحش قبل كده، في الحاله ديت سعره هيكون مبالغ فيه، هيتباع ب 4500 و5000. بالسعر ده في بدل افضل بكتير زي GTX 1650 سوبر. لو تفكر تشتري كارت RX 570 او 580 بالكرتونه، يبقى روح ل 1650 سوبر عشان هتلاقي سعرهم مبالغ فيه. غالبا هتلاقيه بالمشتملات وبنفس السعر، وهتاخد معماريه احدث واداء افضل في المونتاج وصناعه المحتوى والشغل عموما. ممكن تلاقيه اقل شويه في الالعاب، لكن هتاخد كارت كويس واستهلاك طاقه قليل وحراره قليله. في النهايه يا صاحبي خلي بالك، التجار بيستغلوا قله معرفه الناس وقله الخبره، وبيتم تسويق كروت ميته على انها وحوش. وانا وظيفتي هنا اوضح ليك عشان نوقف الاستغلال والنصب اللي بيحصل. ما تنساش بقى تشارك الفيديو مع اصحابك عشان الكل يستفاد. لو لسه اول مره تشوفني انزل دلوقتي اشترك في القناه وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. وبس كده يا صديقي، سلام.